هو في الحقيقة إن إحنا بنتعلم غلط، طريقة التعلم اللي إحنا اتعودنا عليها هي التكرار، إن إحنا ناخد جزء من المعلومات نقعد ساعتين تلاتة نقعد نكرر في المعلومات دي لحد ما نقول يا بس إن إحنا كده خلصنا ذاكرنا وحفظنا الحاجة. في الغالب ده الطلاب بتعمله قبل الامتحانات بيومين أو ثلاثة وبتفتكر إن هي كده ذاكرت وبذلت مجهود كبير جدا، في ظل إن قوة ثبات المعلومات دي جوه الذاكرة مش بتبقى طويلة، فده مش بيدي نتائج قوية على المدى البعيد. هدي مثال تاني كده يسهل ويبسط الدنيا شويه. انت اول يوم تروح الجيم شفت تمرينة ارنولد وهو بيتمرن في الجيم 6 ساعات متواصله، هتروح انت كده زي الشاطر تتمرن 6 ساعات، انت متخيل ايه اللي هيحصل لك؟ انسى ان يطلع لك عضلات، انت مش هيطلع لك عضلات زي ارنولد ولا حاجه. 99% احتمال كبير تتصاب وما تروحش جيم تاني، تقول لا يا عم دي لعبه ملهاش اي تلاته لازمه وانا مش هتمرن تاني. لا، انت رحت حرفيا كنت عايز تعمل كل حاجه الابطال بتعملها في يوم واحد. كذلك التعليم، لما تعوز تتعلم حاجه قسمها على مدار اسبوع اتنين، نفس السكشن اللي انت بتذاكره كرره على مدار فتره متباعده، ده اسمه التعليم المتباعد. ده هيسهل عليك ان انت تحتفظ بالمعلومه على اكبر قدر من الوقت. حاول ان انت تكرر المعلومات بتاعتك في فترات متباعده في اماكن متغيره، بحيث ان انت يبقى عندك قوه استذكار الحاجه دي حتى في اماكن مختلفه. بس كده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، كومنت وقول لنا الفيديو الجاي محتاج تبقى عني.